بالنسبه لتغيير ابراهيم دياز مالوش اي تفسير ابدا. انت بتتكلم على انه في تكدس دفاعي دلوقتي عاملينه مالي، او في تكدس في الوسط، وفي زحمه. ما عندكش حل الا ان انت تشوف واحد زي ابراهيم دياز مهارات، يعدي يمين شمال، يعرف ان هو يجيب لك حلول، يعرف ان هو يجيب لك ركله جزاء زي ما عمل في الشوط الاول، يعرف ان هو يتعب المدافعين. انما انت تطلع ابراهيم دياز ليه؟ انت المفروض تنزله لعيبه يساعدوه ان هو يبدا. انما ما تحطش في دماغك انه خلاص طالما ريال مدريد مش بيلعب ابراهيم دياز يبقى انا هو اللي جايب لك الجول، هو اللي جايب، او شوف ركله الجزاء، هو اللي جايب لك ركله الجزاء، هو اللي جايب الجول. فما تحطش في دماغك طالما انه يعني خلاص الونسو بيطلع ابراهيم دياز ومش بيحطه دايما اساسي، ما هياش حلوه ان انت خلاص تعمل زيه. لا، ابراهيم دياز حاجه تانية. ابراهيم دياز مميز في ان هو يعرف انه يفك لك زحمه الدفاع من الفريق الخصم، فيعرف ان هو يجي يعمل لك مهاره يمين شمال مش عارف ايه، يغلط المدافعين، يعرف ان هو يعدي، يعرف ان هو يباصي باصات حلوه بس. لكن هارد لك ان شاء الله، وهو يعتبر تعادل بطعم الخساره. المغرب ما شاء الله، لكن مالي برضو قويه، عندهم لعيبه اجسامهم يعني استغفر الله العظيم قوم عاد. ده يعني مش عارف والله العظيم، ما شاء الله ضخام واقوياء ما شاء الله. الله ان شاء الله تعوض الماتش الجاي وربنا ييسر الحال.